الذين يرخص لهم بالإفطار أولا الحامل والمرضع. الحامل إذا خافت على نفسها أو خافت على نفسها وجنينها أو خافت على جنينها لوحده يرخص لها بالإفطار مع وجوب القضاء اتفاقا. هل عليها فدية؟ في حالة واحدة مع القضاء يلزمها فدية، وهي إذا أفطرت خوفا على جنينها لوحده. يعني إذا الحامل أفطرت خوف على نفسها أو خوف على نفسها وجنينها عليها فقط إيش؟ قضاء. إذا أفطرت خوف على جنينها لوحده عليها إيش؟ قضاء مع فدية. نفس الشيء المرضع، إذا أفطرت خوف على نفسها أو خوف على نفسها ورضيعها معا عليها فقط قضاء. إذا أفطرت خوف فقط على رضيعها لوحده عليها قضاء، ومع القضاء إيش كمان؟ فدية 15 شيكل عن كل يوم. يعني القضاء في كل الأحوال. في فتوى شائعة وذائعة إن الحامل والمرضع عليها بس فدية بدون قضاء. هذا كلام مش صحيح. المذاهب الأربعة على وجوب القضاء، لكن في حال واحد عليها القضاء مع الفدية، قضاء مع فدية، وهي إذا أفطرت خوف على جنينها لوحده أو خوف على رضيعها لوحده. وأما الصنفان اللي الله سبحانه وتعالى منع صيامهما لا يجوز أن تصوما: الحائض والنفساء. الحائض لا تصوم، والنفساء إيش بالها؟ لا تصوم. ماشي يا جماعة؟ الآن الحائض إذا طهرت قبل الفجر، الحائض إذا طهرت قبل إيش؟ الفجر ولو بلحظة جاز لها أن تصوم، ولو دخل الفجر قبل أن تغتسل، لأن الاغتسال شرط لصحة الصلاة وليس شرطا لصحة الصيام. الحائض عذرا إذا حاضت أو طرأ عليها الحيض أو فاجأها الحيض قبل غروب الشمس ولو إيش له بلحظة بطل صيامها، فسد صيامها ولو قبل غروب إيش بلحظة، طبعا وقع أجرها على الله. طب نفرض إنها الحائض تهرب بعد الفجر بلحظة، ممنوع تصوم. طب هل تمسك سائر اليوم؟ لا تمسك وجوبا، وإنما تمسك استحبابا وندبا وليس إيش؟ وجوبا. وضحت الصورة؟ الحائض إذا تهرب قبل الفجر تصوم ولو قبل الاغتسال، إذا تهرب بعد الفجر ولو بلحظة لا تصوم، ولكن يستحب أن تمسك. إذا المرأة جاءها الحيض ولو قبل الغروب بلحظة صيام ايش له؟ فسد وبطل. ولو جاء الحيض قبل الغروب بلحظة، هل يجوز للمرأة أن تأخذ دواء لتأخير الحيض؟ يعني المرأة تقول لك أنا بدي أخذ دواء حتى أصوم كل شهر رمضان وأرتاح. يجوز باستشارة الطبيبة الثقة المسلمة المختصة أو طبيب مسلم ثقة يقول لها هذا الدواء لا يضر بك أو لا يؤذيك. فإذا قال لها الدواء لا يؤذيك يجوز لها إيش لها؟ أن تأخذ دواء وتصوم شهر رمضان، والأفضل أن تبقى على فطرتها التي فطرها الله عز وجل عليها. وأما القضاء فواجب على